اليوم شبابنا يلعبوا بكل شيء، لعبوا بأوقاتنا، سرقوا أوقاتنا، القات سرق أوقاتنا، مجالس القات سرقت أوقاتنا، وسرقت صحتنا، وسرقت عافيتنا، ومجالس الشر، ومجالس اللهو، ومجالس الخنا ومجالس كثيرة، لعب وبنى. حتى طالب العلم، ترى طالب علم ما شاء الله يبدأ تقول ما شاء الله بيوصل للمقام، لما قدوا عند المقام تحنقل وتحصل، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال سيد الحبيب حسن الشاطري، قال وردها من جديد، قال يقد الواحد، قال من الشباب والطلاب يصعد ينظر نظرة حرام يسقط بهذه وهي بهذا، عدها ثاني مرجع، كما قال وردها تقرش. تعرفوا وردها تقرش؟ وإحنا هكذا تمر علينا السنة والسنتين والثلاث والعشر والعشرين سنة، وما شاء الله متوجه قدر 10 سنوات ولا 5 سنوات ولا 7 سنوات، قال ما عاد جيتين الولاية، وينها؟ وما عاد جاني العلم. ردها تقرش، ما جاك لأنه في سبب من الأسباب، وهذه الأسباب لأنك متطلع لأمور ما أنت متطلع للمولى سبحانه وتعالى، واصبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم متى جاء الوحي؟ وعمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم. بعض الأنبياء جاء الوحي وعمره 30 سنة، سيدنا عيسى وغيره من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة، لكن ليه بعد 40 سنة نضج كامل؟ ما هو نضج للعلم ولا هو نضج لحمل الأمة كلها، بل حمل الكونين صلى الله عليه وسلم، لأنه حمله ثقيل. ولهذا بارك الله تعالى فيكم بعض الأمور قد تتأخر على الإنسان من أجل النضج، ما تطعم الأكل إلا إذا نضج. فلهذا يجب على الإنسان الصبر، يجب على الإنسان الثبات، يجب على الإنسان السير، لا يتوقف. وإلى متى؟ إلى أن تموت. سر إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام تبحث عن الله شوفك في طريق خير. ممكن تأتيك الولاية وتأتيك الصديقية الكبرى، بعضهم يحصل عليها قبل الممات بلحظة، يقول لك قبل الممات بلحظة وش بسوي بها؟ مو هلا بالآخرة، مش مشان تشتبه فيها على الناس، ما هي مشان الصدارة كذا أنا قطب وأنا ولي وأنا صالح، لا، دي مرتبة توصلك وتقربك إلى الله. المقصد ما هي مقصدك الدنيا، من مراتب الدنيا قد يعطوها والعياذ بالله الفسلة حتى والفسقة، لكن دي مراتب آخرة. هذه مراتب تقربك من الأنبياء، تقربك من المرسلين، تقربك من أهل الولاية والصلاح، تقربك من المولى سبحانه وتعالى. ولا يزال، لا، لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى. ولا يزال عبدي، يكفيك هذه اللفظة عبدي، يا نسبة نسبك الله تعالى إليه، ما أنت منسوب إلى أحد، لا أنت منسوب إلى حزب، ولا أنت منسوب إلى جماعة، ولا أنت منسوب إلى فئة، أنت منسوب إلى ربك. عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. ما هو مقصود أحد، لا مقصود دنيا ولا مقصود شيء، والله حتى ما هو مقصود لا علم ولا ولاية، مقصوده هو عبدي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه. يكفينا والله، لو لم يكن بعدها شيء لكفى، حتى أحبه، أحبنا وبس، وما بعدها إلا إكرامات وزيادة، لكن يكفيك المحبة. وكيف بيحبك الله إلا بالإقبال عليه؟ تحب الله، كلنا نحب الله، لكن نبغى نقبل على من حتى يحبنا، حتى نوصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك تغار عنك. قال الله، قال لعل الله اطلع على أهله، على أهل بدر. عرفتم أهل بدر؟ هذا المرتبطين بالبدر صلى الله عليه وسلم، هذول أهل بدر اللي ارتبطوا بالبدر. ليه ارتبطوا بالبدر؟ لأن البدر كمال، ارتباطهم بالنبي حال كماله، ومن ارتبط بأهل الله بأهل الكمال هم أهل بدر. قال اعملوا ايه؟ ما شئتوا. ليه يعملوا ما شئتوا؟ له قال نحن نعملوا ما شئتوا نسأل الله عز وجل. أول شيء بنفكر بالمعصية، لا، وناس قد ربطهم الله سبحانه وتعالى وأغلق عليهم وحفظهم من المعصية، وحفظهم من الغلط، وحفظهم من البلاء والابتلاء، حفظهم الله. قال يعملوا ما شئتم محكومين، إن عبادي ليس لك عليهم، لا أنت بتتسلط عليهم، ولا معصية بتتسلط عليهم، ولا نفس بتتسلط عليهم، بل حتى هم متسلطين على أنفسهم، ما يقدروا يعملوا شيء إلا وفق ما أريد وأحب. خلاص أحكمهم، يا ريت نحن وإياكم منهم.
نرتبط بهذا الارتباط ونقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صلاتنا وصلاتكم إن شاء الله محكومة وثابتة بقيود الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك وما قدم علينا في نهاية هذا الشهر المبارك وما يقدم علينا إن شاء الله من شهر ربيع أن تربطنا بهذا الحبيب ربطا لا ينحل بمنك وفضلك وكرمك أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة على حضرتك.